انا بقى يا جماعه حبيت اللي انا اشارككم اللحظات الحلوه ديت بقى. وانا بسرح كده بقى واعرفكم بقى انا بستخدم ايه. ده طبعا المشط اهوت. ده بقى اللي انا ايه احط كريم على شعري كده واسرح. الكريم ده طبعا اسمه فانسيه. الكريم ده جميل جدا، يعني انا بحب الكريم ده وبستخدمه من زمان. والكريم ده حاجه محترمه جدا كريحه بقى وكثبات، وبيلمع الشعر برضه حاجه ما شاء الله فوق الخيال. انا كده حطيت الكريم على شعري بقى اهوت، وهبدا بقى كده اللي انا امسك المشط بقى عادي كده واسرح يعني. وعايزكم بقى تقولي لي رايكم في التسريحه ايه. طبعا بقى ايه اخواتي وحبايبي بقى اكيد رايكم يهمني. ان كده بسرح عادي اهوت. قولوا لي يا جماعه الكفيف بيعرف يسرح ولا لا؟ ماشي. واو ما شاء الله عليه. وطبعا ايه اكيد بقى حد فوق يسالني انت كفيف بتبص للمرايه ازاي وكده. يا جماعه انا متعود من صغري ان انا اقف قدام المرايه وانا بسرح، يعني عادي الموضوع عادي، ده روتين انا متعود عليه. فالدنيا تمام يعني يا جماعه. وبكده بقى ايه اكون خلصت تسريح. اوريكم بقى شكلي. رايكم بالله عليكم تقولوا لي بصراحه كده رايكم في التسريحه ديت ايه. الكفيف بيعرف يسرح لنفسه ولا لا؟ اكيد رايكم يهمني طبعا. طيب انا كده بقى سرحت. هبدا بقى اللي انا ايه اوريكم بقى ايه البرفان ده. اسمه دارك. البرفان ده يا جماعه بجد يعني من احسن البرفانات اللي انا شفتها في حياتي واللي انا استخدمتها. برفان جميل جدا وريحته ثابته، يعني ممكن تفضل على الهدوم 3 ايام. هبدا بقى اللي انا احط منه كده. ما شاء الله بجد يعني. ما اقولكوش يعني حاجه ولا في الخيال. كنت نفسي بقى تكونوا موجودين كده وتشموا معايا البرفان ده. روعه. وبكده احنا رشينا البرفان. وهبدا بقى اللي انا اوريكم ايه السبراي. السبراي ده بقى حاجه كده يعني ولا في الخيال. انا بقى يا جماعه بفضل السبراي اللي هو البخاخه، يعني ما بحبش البليه، بحس ان البخاخه ثابت شويه عن البليه يعني. هبدا بقى اللي انا ارشه كده. تمام كده يا جماعه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى ايه الاعجاب بالفيديو والمتابعه.